هل سألت نفسك يوما لماذا يخافون من مجرد فكرة فوز المغرب بكان 2025؟ اسمع الحقيقة الصادمة، لا تهمهم الطريقة. لو سجل دياز ضربة جزاء أقسموا أنها فضيحة تحكيمية، ولو اكتسح المنتخب المغربي المنافس أقسموا أنها مسرحية قالوا وتمثيلية متفق عليها، ولو فاز بصعوبة قالوا بالكاد نجا، ولو فاز المغرب بالقانون بعد انسحاب السنغال صرخوا كولسة وفساد ومؤامرة. هدفهم ليس العدالة الكروية، هدفهم الوحيد ألا يشاهدوا المغرب متوجا. وبينما هم يصرخون خلف الشاشات المغرب سيطر ويحصد الألقاب في كل الفئات، فليقسموا كما شاءوا، الكأس ستكون مغربية والقافلة تسير.